قوس البحر الأبيض هنا وحيث استاد برج العرب، الملعب الذي يشهد قمة عربية بين فريقين عربيين كبيرين لهما في التاريخ مكانة كبرى، ومن العراقة نصيب وافر، ومن الإنجازات ما يحكى في ساعات. قمة مصرية تونسية في أغلى البطولات الإفريقية، هنا حيث الفارس الأبيض أمام ترجي الذهب في ليلة من ليالي قمم. لكن هنا انطلاقة زملكاوية، فرصة قائمة من أجل الأول زيزو يحاول يراوغ، يريد أن يسدد، ممتازة جميلة، هذه جول الله. حان وقت الهدف وحان وقت الإفطار بتوقيت الزمالك. نعم، الزمالك يسجل أول أهداف في دور المجموعات، الزمالك يسجل أول أهداف في مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. معالمها كانت هدف، نهايتها كانت كذلك. عينك هنا على الكرة قطعت بهذا الشكل، وصلت إلى زيزو، فاصل مهاري مثل ما اعتاد، وبعد ذلك التمهيد. خذها يا سيف، سدد يا سيف جعفر، سدد كرة يمينية سكنت في شباك مرمى الحارس معز بشريفية ليسجل الفريق الأبيض الهدف الأول بتسديدة سيف جعفر بعد تمهيد كان من جانب زيزو. يا فنان يا فنان يا فنان يا زيزو، يا فنان يا زيزو، هذا الجوكر اللي تعرف الجمال. وعادت إلى رمي التماس. أحمد سيد زيزو يعني اللاعب اللي في الموسم الماضي قدم ارقام كبيره. هنا فرصه تاتي، خطا فادح، فرصه الهدف الثاني، لكن في الاخير التغطيه حضر. 40 مباراه ساهم ب 39 هدف، تخيل 40 مباراه ساهم فيها ب 39 هدف، سجل 61 فيها عن تعزيز نتيجه، يبحثون فيها عن تعزيز امال خطيره. التسلل كان موجود، نعم رايك كانت مرفوعه، التسلل كان موجود في اللقطه الماضيه، وبالتالي الكرة بتعود إلى ركلة حرة غير مباشرة. سيف الدين الجزيري لاعب الذي كان متسلل يرسل كرة طولية، بعد ذلك خروج من حارس المرمى محمد صبحي يستفيد من هذه الكرة. بيريرا خطأ موجود، ركلة حرة مباشرة لمصلحة الترجي، كرة منقولة طولية عالية، الترجي من أجل العودة غول إفريقيا، أشرة لمصلحة نادي الزمالك في اللقطة الماضية. هذه الكرة الأخيرة ولا الراسية لكن إلى خارج الملعب، إلى ضيب وللحاضر ولما هو قادم بالنسبة لهذه البطولة. كرة منقولة، انطلاقة تأتي، خروج لحارس المرمى، خروج خاطئ، فرصة للترجي وخطأ يصفر حكم اللقاء على محمد صبحي. خرج محمد صبحي، هنا تعثر محمد صبحي، وبالتالي ارتكب الخطأ. صافرة الحكم إيغوايو تأتي لتعلن عن خطأ لمصلحة نادي الترجي. سعد الكل ينتظر، العرضية ترسل والراسية تأتي، ولكن إلى خارج الملعب. تحولت الكرة التي حاول فيها ياسين مرياح، أراد أن يعدل ولكن بعيدة. من منهما كرة من فتوح، يرسل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، لكن بتعود مرة أخرى من الطرف الأيسر، ومن ثم لترجي نقلت الملعب. بعد ذلك تصل هذه الكرة من جديد، ممتازة تمريرة، هنا الفرصة لكن سيف جعفر هذه المرة كنترول لم يكن بس جزاء لمصلحة نادي الزمالك. شهيد الكرة أرسلت من جانب محمد صبحي بهذا الشكل، سيف الدين الجزيري بهذا الشكل تمركز، ومن ثم سقط في لقطة وطالب باحتساب ركلة جزاء على ياسين مرياح. الحكم إيغوايوفن يزيزو يضعها في الشباك، هل يتصدى بالشريفية أم أن أحمد سيد يضعها في الشباك؟ هنا زيزو اليمينية، جول فرسان القلعة البيضاء يعززون النتيجة بثاني الأهداف. زيزو هو من سجل، زيزو بالتخصص هو من أمن النتيجة لمصلحة الزمالك. شهيد الكرة، هنا ركلة الجزاء لسيف الدين الجزيري، وهنا الترجمة الفعلية من زيزو إلى شباك معز بشريفية، يسجل ثاني الأهداف. الزمالك يسجل، الزمالك يؤمن، الزمالك يصل للمرة الثانية إلى شباك مرمى الحارس معز بشريفية. الزمالك هدفان لا شيء لنادي الترجي.
فرحة كبيرة جماهير الزملكاوية مع هذا التقدم. الترجي الآن بعدما كان يبحث عن التعديل هنا يبحث عن التقليص، لكن المباراة جميلة كعادة. السيسي بالإضافة لإبراهيم الداي، يوسف أسامة، لدينا السيد عبد الله نيمار، أحمد بالحاج، وكذلك ناصر منسي. هنا كرة للترجي بينية ممتازة، فرصة. الله الله هذا الترجي لا يفقد أبدا فريقه لأنه فريق الدم والذهب. نعم هدف التقليص بكرة إلى رياض بن عياد، من دخل بديلا هنا يقلص النتيجة، من دخل بديلا هنا يقلص النتيجة. ولا أروع تمريرة من غيلان، شعلالي شعللها هنا في استاد برج العرب بتمريرة بينية باتجاه رياض بن عياد. وهنا فرحة جماهير الترجي. هنا من ركلة ركنية، كرة تنفذ، راسية تحضر، خطيرة من سيف الدين الجزيري، كرة إلى ركلة مرمى. كرة الجزيري تحولت إلى ركلة مرمى للترجي. رائع، يحاول حمدو، ما زال بالكعب، ممتازة جميلة إلى حسام، عرضية خطيرة، فرصة ولكن إلى خارج الملعب. التنفيذ دائما من زيزو يرسل كرة عالية، لافة راسية تحضر، لكن خطأ. عملية اندفاع كانت في اللقطة كرة منقولة سريعة لنادي الترجي، فرصة ما زالت قائمة. التسديدة بعيدة كانت الكرة الماضية، كرة بتعود بعد ذلك من الطرف الايسر، محاولة المرور للزمالك، كرة منقولة للزمالك، تصويبة ولكن الى خارج الملعب من الجهة اليسرى باتجاه حمد الهوني استلم، الهوني راح. وهو الفريق اللي كان في المباريات الماضية في البطولة. كرة منقولة، فرصة لن تأتي، تصويبة، مرور واستلام وتحتاز محاولة مستمرة. بعد ذلك عرضية ترسل، راسية تحضر، جميلة. تصدب حارس المرمى محمد صبحي، تصدب في الكرة الماضية. محمد صبحي أنقذ مرماه. انطلاقة سريعة لا تأتي إلى خارج حارس المرمى. صبحي يسعد الركلة الركنية في هذه الأثناء، منقولة، كرة راسية ولكن صبحي يتصدى، كاد أن يفعل الترجي، 3 دقائق أضاف الحكم. بينما هنا زيزو عنده كرة، زيزو راح بالمهارة، يريد أن يمر، زيزو ما زال، زيزو العرضية، جول. أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء، عد بنا أيها التاريخ، فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. نعم نحن الفرسان يا أفريقيا. الزمالك حسمها، الزمالك أنهاها تماما بكرة من زيزو. يا زيزو كرة مرسومة رسم من جانب زيزو بالعرضية المثالية. يا ولد يا زيزو، رائعة كانت الكرة، رائعة كانت الراسية. سيف الدين الجزيري يسجل للزمالك من أجل الفوز للزمالك، من أجل أول فوز للزمالك. الزمالك قد يمرض ولكنه لا يموت، هكذا قال سيف الدين الجزيري بعد يعتزم خوان لابورتا رئيس برشلونة التقديم بدعوى قضائية خلال الساعات المقبلة للرد على الإهانة الصحفي سلفادور سوسيتريس بسبب مقاله كتبه على مدونته ضد رئيس برشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أن المقال جاء بعنوان جان برنابيو، تضمنت اتهامات خطيرة للابورتا وأسلوب حياته وحالته الصحية. وأوضحت أن الصحفي كاتب شهير للصحيفة ABC الإسبانية، وهذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها هذا النوع من المقالات ضد لابورتا. ويرى لابورتا أن سوسيتريس تجاوز بالمقال الأخير جميع الحدود المسموحة، لذا سيرفع أي نوع من المصالحات وسيلجأ للقضاء.